هل الأنبياء والرسل معصومون من الخطأ؟ يعني هل ممكن نبي يغلط زيي وزيك، ولا هم كانوا بيتحركوا بتحريك إلهي بيمنعهم عن أي خطأ؟ الإجابة اللي ممكن تدهشك، لأن الحقيقة اللي محدش بيقولها لك هي إن لو الأنبياء ما كانش بيحصل منهم مواقف بشرية، ما كانش حد فينا هيعرف يقتدي بيهم، لأن هتقول ده نبي وأنا ما أقدرش أعمل زيه. طب إزاي الكلام ده؟ وإيه الخطأ اللي ربنا صححه لنبيه؟ وليه بنقول إن ده دليل على حب ربنا ليهم مش نقص فيهم؟ جهز قهوتك لأننا هنفتح ملف تقيل وممتع النهارده. بص يا سيدي، خليني أسألك سؤال، هو إحنا ليه بنحب الأنبياء؟ هل عشان هم ملائكة؟ لا طبعا، هم مش ملائكة، هم بشر. وعشان هم بشر طبيعي جدا يمروا بمواقف حيرة واجتهاد. القرآن الكريم في آياته العظيمة بيحكي لنا قصص بمنتهى الشفافية والوضوح، وكان الهدف من القصص دي مش إننا ننتقد، حاشا لله. الهدف هو التعلم. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا من خلالهم إن العصمة مش تجميد للبشرية، العصمة هي حفظ إلهي. طيب عشان ما نعقدش الامور، خلينا نفهم يعني ايه عصمه ونفك التشابك اللي عند ناس كتير. بس قبل ما نعرف يعني ايه عصمه، يا ريت تشترك في القناه وتدوس لايك. العصمه هي حفظ الله لنبيه من الوقوع في الكبائر، زي الشرك او الكذب في الرساله. دي منطقه محرمه تماما ومستحيل نبي يقرب منها. ليه؟ لان النبي ده سفير لربنا، فلو اخطا في تبليغ الوحي او وقع في كبيره، الرساله نفسها هتكون فيها تشكيك. بس في حاجة تانية، الاجتهاد البشري. الأنبياء بشر بيفكروا وبيقرروا في أمور الدنيا والحرب، وهنا بقى بيحصل التصحيح الإلهي، زي ما قال ربنا للرسول في القرآن: والله يعصمك من الناس. هكلمك على شوية أمثلة حية حصلت قبل كده. المثال الأول عن سيدنا آدم. ابدأ معايا كده بأول البشر. سيدنا آدم لما أكل من الشجرة اللي ربنا نهاه عنها، هل ده كان معصية أو تمرد؟ لا. ربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يعني سيدنا آدم نسي ووقع في فخ وسوسة الشيطان، ولما أدرك تاب فورا. ربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ده بيعلمنا ان الخطأ البشري وارد، بس المهم هو الرجوع لله. ده مش نقص في آدم، ده درس لينا كلنا عن التوبة. القصة التانية لما سيدنا يونس نبي الله لما زهق من قومه ومشي من غير ما ربنا يأذن له، ربنا اختبره بحبسة الحوت. هل ده ذنب كبير؟ لا، ده عتاب من ربنا لنبيه لانه استعجل. فربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. اما القصة الثالثة اللي هنتكلم عليها، قصة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر استشار الصحابة في الأسرة. كان رأيه هو وأبو بكر إنهم ياخدوا منهم فدية عشان يقووا المسلمين. نزل الوحي يصحح الاجتهاد ده وقال: بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ده اجتهاد بشري بحت، وربنا وجهه للأكمل. مفيش هنا معصية، في بس تعليم من ربنا لرسوله. أما القصة الرابعة فكانت قصة الأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بدعوة كبار قريش، وجه ابن أم مكتوم الأعمى بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كشر في وشه عشان مشغول. نزل الوحي فورا من عند ربنا وقال: بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى. ده مش ذنب، ده عتاب على ترك الأولى، عشان النبي يتعلم إن المؤمن الفقير أغلى من زعيم قريش. الخلاصة اللي عايزين نوصل لها إن يا جماعة الأنبياء بشر، بس هم أكمل البشر. خطأهم لو سميناه خطأ هو وسيلة لينا عشان نتعلم من الأدب مع ربنا والرجوع للحق. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر ربنا 100 مرة في اليوم، رغم إنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بيعلمنا إحنا الأدب. في الآخر الرسالة وصلت لنا كاملة، والأنبياء هم قدوتنا في الرجوع لله بعد أي تعثر. ربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي الآخر بندعي ربنا وبنقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سلام.